شيكابالا حلم الجنوبي، قادما من بلاد النوبة يحمل على كفيه حلم الجنوبي، الحلم الكروي الذي قاد الفتى الأسمر شمالا، فربما يجد فرصة في بلاد قاسية على الموهوبين، أو ربما يحظى بصورة مع نجم، ولم لا؟ لما لا يصبح هو النجم؟ في 5 مارس لعام 1986 وفي حي العناني التابع لمحافظة أسوان، خرج محمود عبد الرازق حسن فضل الله ليرى نور الحياة، نور الأهل والحي الذي دفع الفتى الصغير لممارسة كرة القدم باكرا، فأصبحت تشغل كل طفولته. فموهبة الأسمر الصغير دفعت مدرسة الموهوبين إلى ضرورة ضم جوهرة الصعيد، خصوصا ظل حلم الوالد أن يرى أحد أبنائه يلعب في نادي الزمالك. شيكابالا هو الاسم الذي أطلقه الدكتور عمرو عبد الجابر على عبد الباسط الأخ الأكبر واللاعب السابق لنادي أسوان، تيمنا بالنجم الزامبي الموهوب، ولكن ارتبط الاسم أكثر بالأخ الأصغر محمود نظرا لموهبته الفذة. ترك شيكابالا الحي الصغير وانطلق لتحقيق أحلامه وطموحاته بالنادي الأقرب إلى قلبه، فتدرج في فرق الناشئين بالزمالك حتى عرف أول مشاركة له مع الفريق الأول، وهو لم يكمل عامه السادس عشر ليكون الظهور الأول أمام غزل المحلة في كأس مصر مدويا بهدف رائع من الموهوب الصغير. بعد عامين قضاها شيكابالا وسط جدران القلعة البيضاء، نجح خلالها في الحصول على بطولتي دوري عامي 2002 و2003 و2003-2004 وكأس السوبر الإفريقي 2002 والبطولة العربية 2003. انقض بعدها باوك سالونيكا اليوناني على الموهبة المصرية الصغيرة لينتقل إلى اليونان في رحلة احترافية مبكرة. جذب شيكابالا أنظار عاشقي الفريق الأنجح في مدينة سالونيك، وقضى بين جدرانه عامين خاض خلالها 27 مباراة محرزا 4 أهداف. وبالرغم من قصر المدة التي قضاها شيكابالا محترفا، إلا أنه نجح في ترك انطباع جيد لدى اليونانيين عموما وعشاق باوك خصوصا، لدرجة وصفه بريفالدو اليونان، كما أنه جذب أنظار بعض الأندية الأوروبية ومنها نادي ايندهوفن الهولندي. Είχε μείνει για καιρό ανενεργό. Βλέπετε, ο ΠΑΟΚ είχε στρέψει αλλού το ενδιαφέρον του, παρότι στο παρελθόν οι φλέβες χρυσού που είχε ανακαλύψει εκεί ήταν αρκετές. Με χρονική σειρά, Μαγδί Τολμπά, Ιμπραήμ Χασάν, ο αδερφός του Χωσάμ που τον είδαμε να αγωνίζεται μέχρι και πρότινος, και ο Αμπτεσατάλ Σαμπρί. Από πέρυσι τα δεδομένα άλλαξαν. Ο δικέφαλος έριξε γέφυρες με τη χώρα που κατέκτησε πρόσφατα το κύπελλο Αφρικής και πλέον το δυναμικό του κοσμούν 2 ακατέργαστα διαμάντια. Ο Σικαμπάλα και ο Μίρας Μη Μέγκαχεντ. Με τον δεύτερο να έχει τεθεί εκτός μάχης λόγω τραυματισμού, ο Μαχμούτ Αμντράζε, όπως είναι το κανονικό του όνομα, παλεύει να δικαιώσει αυτούς που τον επέλεξαν. Ας πάρουμε όμως την ιστορία από την αρχή. اخد رأيه اشوف النادي كويس، فقال لي النادي كويس وتروح هناك وجمهورهم كويس، فكده فعشان كده انا جيت هنا. اتني بكتس الزمالك كي بيكسي. يقول لي الكورة كده لازم اعدي المرحلة اللي انا بلعب في مصر، لازم عايز اعدي المرحلة بتاعت مصر، لازم احترف او اجرب الاحتراف كده. Αυτή είναι η μπάλα, αυτή είναι η ζωή. Έβαλε μέσα στο μυαλό του είναι. Παρότι ο Σάμπρη έχει ένα σύντομο πέρασμα από τον ΠΑΟΚ, ο Μαγδί Τολμπά έμεινε επί σειρά ετών και αναδείχθηκε σε ίνταλμα για την ομάδα. Φαντάζεται τον εαυτό του, παρότι είναι μικρός, να μπορέσει να βιώσει μια ανάλογη κατάσταση. والله انا بتمنى كده يعني، عشان لما انا امشي كويس هتفضل صورة كابتن مجدي طلبة وكابتن عبد الستار والناس دي هتفضل كويسة يعني. انا عاوز اسال يعني السمع يبقى كويس. أثناء وجود شيكابالا في مصر للأجازة فوجئ بمشكلة التجنيد، ولم يتمكن بعدها للعودة إلى اليونان. النجم الأسمر كان قريبا من اللعب في طلائع الجيش ليقضي فترة التجنيد، كما أنه وقع على عقود الانضمام للنادي الأهلي، لكنه اختار العودة إلى ناديه الأول الزمالك حبا في النادي صاحب الفضل عليه وتلبية لحلم الوالد القديم، فهو عاشق لأسرته وحزن كثيرا لوفاة أحب الناس إليه.
قادر اتكلم مصري. انتقال شيكابالا للزمالك صاحبه العديد من المشاكل، خصوصا بعدما لجأ النادي اليوناني للمحكمة الرياضية التي قضت بدفع الزمالك مبلغ 900 ألف يورو لناديه باوك السابق. بدأ شيكابالا موسمه الأول مع الزمالك بعد العودة من اليونان موسم 2006-2007 محرزا 3 أهداف في بطولة الدوري. أولها كان في مرمى طنطا بتاريخ 8 أبريل 2007. أنهى بعدها الزمالك بطولة الدوري في المركز الثاني مع تولي أنري ميشيل مهام التدريب بالدور الثاني من الدوري. تصاعد خلالها مستوى الفريق وشيكابالا الذي سطع في مباراة الأهلي والزمالك بالدوري وصنع أحد أهداف اللقاء. وفي بطولة الكأس سعى الزمالك لتعويض خسارة الدوري ووصل إلى النهائي بعد إحراز شيكابالا لهدفين، الأول أمام تليفونات بني سويف والآخر هو هدفه الرائع والوحيد في مرمى الأهلي في نهائي البطولة التي خسرها الزمالك 4-3 بعد مباراة هي الأروع في العقد الأخير بين قطبي الكرة المصرية. الموسم الثاني لشيكابالا شهد العديد من الأحداث المثيرة، فنجح الزمالك بالعودة إلى منصات التتويج فائزا بكأس مصر للمرة 21 في تاريخه، كما شهد إحراز شيكابالا ل5 أهداف في الدوري العام وأول أهدافه الإفريقية مع الزمالك في مرمى انتر كلوب الأنغولي. موسم 2008-2009 شهد عاما مريرا على القلعة البيضاء باحتلالها المركز السادس برصيد 42 نقطة مع تسجيل شيكابالا ل3 أهداف فقط، لكن مع إحراز النجم الأسمر لواحد من أفضل الأهداف في تاريخ الكرة المصرية، وكان أمام اتحاد الشرطة بتاريخ 20/12/2008. قاد شيكابالا أحلام الزملكاوية موسم 2009-2010 أملا في تحقيق بطولة الدوري التي لا تزال مستعصية على نجوم القلعة البيضاء. فبعد التخبط الفني الذي عاناه الزمالك جاء تولي التوأم مقاليد الإدارة الفنية لنادي الزمالك ليعود النجم الأسمر شيكابالا إلى التوهج من جديد، ليحرز شيكابالا 7 أهداف بالإضافة إلى صناعته العديد من الأهداف ومهاراته الفنية الرائعة، فهو يتعامل مع الكرة كراقص للباليه. جاء موسم 2010-2011 ليشهد قمة النضج الكروي للموهوب شيكابالا. شيكابالا نجح في قيادة الزمالك إلى قمة الدوري مع نهاية الدوري
مساهما بأهدافه وموهبته الرائعة في عودة مدرسة الفن والهندسة. ومع إحراز شيكابالا لأول هاتريك مع الزمالك أمام الاتحاد السكندري بتاريخ 2/12/2010، صرح الأسمراني بأنه يعيش أفضل أيام حياته مع القلعة البيضاء، ليتعالى هتاف الجماهير التي اعتاد دائما الاحتفال معها